متابعي مسلسل ماء الذهب، الغضبانين الزعلانين اللي مش عارفين نمسكهم من قوة الغضب اللي داخلهم بسبب توقف المسلسل، وإن إحنا تكلمنا المسلسل توقف والقناة توقفت. يا أخي الله يرحم والديك، هو مسلسل بشكل عام. المسلسلات اليمنية عبارة عن حلقة من المسلسلات التركية والأجنبية اللي يسووها، والحلقة هذه بيسووها في أسبوع، يعني مش اختراع وحاجة لا كبيرة لهذه الدرجة، بقدر ما هي لعب بعواطف الجمهور والتفرقة ما بينهم، ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين منتقد وما بين والموضوع بسيط، ما يحتاج إلى هذه الدرجة نسوي مشاكل ووجع راس. المهم، المسلسل اتفقت الشركة مع قناة المهرية على عرض المسلسل على قناتهم من يوم السبت يوم 20 رمضان. يعني المسلسل بيتحول إلى قناة المهرية، والحقوق بتتحول إلى قناة المهرية، وقناة المهرية بتكون هي المالك لهذا المسلسل. الموضوع انتهى، وصاحب الشركة حاول يخلص أموره بالأخير عشان ما يطلع من المولد بالحمص. مهما كان أنه أنت كشركة كبيرة وتنتج مسلسل بهذه الضخامة وتضخ له ملايين، ايش اسمه ذا الممثلين صراحة ممثلين كبار جدا، ما مش أي ممثلين أي كلام، وبعدين تحرق مسلسل بهذه البساطة، يعني كانت ضربة كبيرة للشركة. حاولوا تلافوها بهذا الاتفاق مع قناة المهرية بسبب الجدل اللي حاصل على المسلسل، اللي رايح واللي جاي واللي منتقد واللي متابع واللي بيدور عليه واللي. المهم، آخر المطاف المستفيد منه هو صاحب الشركة، وإحنا والله ما نتمنى له الخير، مش خسرانين حاجة ولا جبنا شيء من جبرة، هو اللي تعب وهو اللي صلح وهو اللي عمل، لكن بدون الزوبعة هذه ما تحتاج الزوبعة هذه. وبخصوص صاحب الرواية وصاحب مدري إيش، بالأخير كل واحد بيأخذ حقه، إن كان هناك حق للكاتب بيأخذه، وإن المسلسل تابع للشركة هو معها وبتأخذ حقها من الكاتب لتشويه سمعة وما إليها. القضايا يصف الجميع ومع الجميع، ومن حق أي شخص أنه يطالب بحقوقه سواء كان الكاتب أو الشركة، هكذا في كل العالم. إذا طلع أحد ادعى فيني يثبت ويجيب البينة، إذا له حق أخذه، ما له حق على تشويه السمعة يتحاسب، وهكذا في كل مكان. الأمور بسيطة، ما تحتاج لهاش السب والنقد الجارح الأمور جدا جدا بسيطة. تعلموا الانتقاد باحترام، أو الحوار باحترام، أو لما تشوف شخص جاب كلام ما عجبكش عادي حاوره وجيب كلام بمنطق وبعقل وتحاور معاه يقنعك أو تقنعه، بدون لا تدخل داخل بطنه على طول وتقلب الأمر كله. عيب، لازم نرتقي بالأسلوب وبالحوار وبالانتقاد بشكل عام، بدون ما ندخل في التفاصيل الصغيرة هذه اللي ما منها أي كلام إلا التجريح والنشر البغضاء والحسد والكراهية بين الناس. التقوا، والله إنه واحد يستحي، لا نزل بس رأي بسيط قاموا نسبوه نسف وكأنه ارتكب شيء خيالي، لكن خيرة الله.